في مرة حد قلل منك قدام الناس وضحكوا وانت فضلت ساكت، مش عشان ضعيف، لكن عشان كنت خايف لو رديت تبان عصبي أو حساس أو شخص بيكبر المواضيع. طيب عمرك سألت نفسك سؤال مرعب؟ ليه بعض الناس أول ما يشوفوا شخص هادي ومحترم يعتبروا ده دعوة مفتوحة للإهانة؟ وليه في ناس لما تدخل أي مكان الكل يعمل لها ألف حساب، وناس تانية مهما كانت محترمة بيتعاملوا معاها كأن مشاعرها رخيصة؟ الحقيقة المؤلمة إن العالم مش بيحترم الطيب دايما، العالم بيختبرك. كل كلمة سخرية، كل تعليق مستفز، كل مرة بيقولك فيها بهزر يا عم مالك، هو اختبار نفسي صغير بيشوف حدودك فين. ولو كل مرة سكت وانت جواك مولع، فانت للأسف بتبعت رسالة خطيرة جدا من غير ما تحس: أنا مسموح تقلل مني. وده بالظبط اللي بيخلي الشخص المستفز يتمادى، لأنه اكتشف إن مفيش تمن حقيقي هيدفعه. بس من النهاردة الموضوع انتهى. الفيديو ده ممكن يغير طريقة تعامل الناس معاك بالكامل، لأنك هتتعلم فيه إزاي توقف أي شخص عند حده، من غير خناق، من غير شتيمة، ومن غير ما تفقد هيبتك أو هدوءك. هتتعلم إزاي تستخدم علم النفس ولغة الجسد والذكاء الاجتماعي كسلاح يخلي اللي قدامك يراجع نفسه قبل ما يحاول يستفزك مرة تانية. ولو انت من الناس اللي نفسها تبني شخصية قوية وتفهم سيكولوجية البشر وتتعلم فن التحكم في ردود الأفعال، اشترك دلوقتي في قناة هندسة العقل، لأن اللي بنتكلم عنه هنا مش مجرد تطوير ذات، دي حرب نفسية يومية أغلب الناس خسرانينها وهم مش واخدين بالهم. خليني أقولك حاجة مهمة جدا: الشخص اللي بيستفزك مش قوي، صدقني. في علم النفس الشخص اللي بيحاول يصغر غيره باستمرار غالبا بيكون عنده شعور دفين بالنقص وعدم الأمان. هو محتاج يحس إنه أعلى منك حتى للحظة، وعشان كده بيستخدم أساليب رخيصة زي التقليل من إنجازاتك، السخرية المغلفة بهزار، الإحراج قدام الناس، التقليل من شكلك أو شغلك، أو التعليقات اللي شكلها عادي لكن جواها سم. وده لأن الشخص المستفز عنده إدمان خطير، إدمان رد فعلك. حرفيا هو مستنيك تتعصب، تتوتر، تدافع عن نفسك، تبرر، تشرح، لأن اللحظة دي بالنسبة له انتصار نفسي. بيحس إنه قدر يهز ثقتك بنفسك. وعشان كده أول قانون في القوة النفسية بيقول: اللي يتحكم في مشاعرك يتحكم فيك. ركز في الجملة دي كويس، لأنها ممكن تغير حياتك كلها. الناس اللي عندها كاريزما وهيبة مش شرط تكون أعلى صوت ولا أعنف شخص في المكان، بالعكس، أغلب الشخصيات القوية عندها برود أعصاب مرعب، عارفين إمتى يردوا وإمتى يسكتوا، وإزاي يخلوا الشخص اللي قدامهم يندم على الكلمة قبل ما يكملها. ودي المهارة اللي هتتعلمها النهاردة. لكن قبل أي رد نفسي لازم تفهم حاجة مهمة جدا: أنت مش محتاج تثبت قيمتك لكل الناس. ودي واحدة من أكبر الأخطاء اللي بتدمر الثقة بالنفس، إنك تدخل أي نقاش وكأنك في محكمة، تحاول تشرح نفسك، تبرر اختياراتك، تقنع الكل إنك كويس. الشخص الواثق فعلا مش بيستهلك طاقته في إثبات نفسه لكل عابر. عارف ليه؟ لأنه عارف قيمته من غير تصفيق. أما الشخص المهزوز نفسيا فأي تعليق بسيط ممكن يكسره، لأنه أصلا مستني قيمته تيجي من الناس. وعشان كده أخطر حاجة ممكن تعملها مع المستفز إنك تديه انفعال مجاني. ودي أول نقطة لازم تتحفر في عقلك. الهدوء مش ضعف، الهدوء سيطرة. وفي فرق ضخم جدا بين واحد ساكت لأنه مكسور وواحد ساكت لأنه متحكم في نفسه. وده اللي بيخوف الناس فعلا. الإنسان اللي بيعرف يسيطر على أعصابه وقت الاستفزاز عنده قوة نفسية مرعبة. وده ياخدنا لأول سلاح نفسي هنتكلم عنه، سلاح بسيط جدا لكن تأثيره يخلي أي شخص سام يتوتر فورا. تكتيك اكشف نفسك بنفسك. الشخص المستفز غالبا بيستخبى ورا الهزار، يرمي إهانة، ولما ترد يقول يا عم بهزر. وده لأن الهزار بالنسبة له درع حماية. لكن هنا بقى يجي دورك. بدل ما تتعصب أو تدافع عن نفسك، اعمل حاجة أذكى بكتير. بص عليه بثبات وقول له بهدوء: ممكن تشرح لي إيه المضحك في اللي قلته؟ بس الجملة دي مرعبة نفسيا. ليه؟ لأنك فجأة سحبت منه القناع، خليته يواجه كلامه الحقيقي قدام الناس. وفجأة اللي كان بيبان ظريف
يبان سخيف، وده لأن العقل البشري لما يضطر يشرح الإهانة بيكتشف قد إيه هي تافهة. هتلاقيه يتوتر، يتلخبط، يحاول يغير الكلام أو يقولك يا عم انت مكبر الموضوع. وهنا يجي الرد القاتل: لا عادي، بس كنت بحاول أفهم فين الهزار. الهدوء هنا بيقتله أكتر من العصبية، لأنك ما اديتلوش المشهد اللي كان مستنيه. ما شافكش ضعيف ولا متعصب ولا مهزوز، شاف شخص ثابت، وده أكتر نوع بيخوف المستفزين. وفي الحقيقة أغلب الناس المؤذية نفسيا جبانة جدا. جبانة. طول ما شايفاك متردد بيكمل، لكن أول ما يحس إنك فاهم اللعبة النفسية بيتراجع. عشان كده القوة الحقيقية مش إنك تكسب كل خناقة، القوة الحقيقية إنك تعرف تمنع الناس أصلاً إنها تتجرأ عليك. وفي الجزء الثاني هندخل على أخطر الأساليب النفسية اللي تخلي الشخص المستفز يشك في نفسه هو شخصياً، وإزاي تستخدم الصمت ولغة الجسد كنوع من الهيبة والسيطرة العقلية. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات: الهدوء قوة، واشترك في قناة هندسة العقل عشان تتعلم إزاي تبني شخصية محدش يقدر يكسرها بسهولة.